للافتتاح. اهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل في مسرح اليوم بالقصرين، مركز الفنون الركبيه والدراميه بالقصرين. مجموعه من الرحاله عندهم تجارب في الرحاله، السفر بالدراجه. جميع ولايات تونس العزيزه، تونس الحبيبه. تصور صحافه ناقصين هواء، احنا ناقصين اكسجين، ناقصين برشا ماكله، برشا جو مدرجين في المسرحيه، ولكن الناس الكل يكونوا في قريب للخيمه الكبيره غادي باش ينطلق حفل الافتتاح. مرحبا بالمطر ومرحبا بكل ربي بعد جفاف طويل برشا. اني ثم عباد بالحق تحدث بالشيء هذا وجدت بحذانا اليوم. ثم اصدقاء، ثم اللي جاء معنا عمناول ورجع من قابس، ثم شكون جاء معنا اليوم من صفاقس، ثم شكون من سوسه، ثم اصدقائنا لهنا اللي من القصرين معناها حباء المسرح اللي ممنين بالمشروع نتاع مركز الفنون الدراميه والربحيه في القصرين. المشروع نتاعنا مركز الفنون الدراميه ان نحاولوا نشتغلوا على الخصوصيه الجهويه للمنطقه نتاعنا، واللي هو نتصور من بين الاهداف الكبيره نتاع بعث ولا تعميم مراكز الفنون الدراميه هو ان تحاول تشتغل وتستثمر في الخصوصيات الجهويه نتاعها. سعيد بهذه المناسبه، وان شاء الله تعطيوا معنا مخيم مسرحي طيب. ظروف وجو منعش، انا كنت تحت مع السيد المندوب قلت لهم معناها الحاجات هذه هي تبقى في الداخل، لو كان جات في ظروف عاديه ربما تتعدى التظاهرات كلها. المسرح الوطني التونسي كمناره من منارات الثقافه في تونس تبقى حيه وموجوده. هيا شكون يحب يجي نكرمه؟ لا يسوي فينا انا نورمال فيديو. الحضور نتاعي دعم لنشاط المركز الفنون الدراميه بالقصرين، اللي هو ماشي في نشاط في اتجاه دعم اللامركزيه الثقافيه، وخاصه جهه القصرين اللي تتعمل عليها وزاره الشؤون الثقافيه، وخاصه السيده وزيره الشؤون الثقافيه اللي تشجع برشا على دعم اللامركزيه الثقافيه وعلى نشاط المسرح خاصه. هذا هو دونك ونشاط في المناطق الهواء الطلق وفي المناطق معناها خارج قاعات العروض، اللي هي حاجه معناها ندعموا عليه. اليوم نعيشوا مع بعضنا على وقع افتتاح الدورة الثانية للمخيم المسرحي مدينة سليوم الأثرية بالقصرين. الحقيقة معناها هو مشروع معناها من بين مشاريع مركز الفنون الدرامية في إطار التظاهرات اللي يحييها المركز إلى جانب تظاهرة أيام سليوم المسرحية، اللي احنا نراهنوا عليها كتجربة باش نحاولوا نجعلوا من المسرح ومن الثقافة قاطرة للتنمية الاقتصادية في ولاية القصرين من خلال التشجيع على السياحة الثقافية في ولايتنا الغنية بالآثار، غنية بالغابات، غنية بالموروث معناها نتاعها الكبير.
الحقيقة أثناء الدورة الثانية بعد دورة أولى كانت تجريبية، دورة كانت صغيرة ليميتي على الآخر. أثناء الدورة الثانية معناها اليوم الافتتاح نتاعها على الضيق إن شاء الله نهار 11 اليوم، غدوة 12 و13 ماي و14 ماي باش يكون الثقل نتاع التظاهرة من خلال أنشطة معناها تمتد على يوم كامل بين ورشات معناها صباحية موجهة للأطفال والشباب، معناها ورشات في فن الممثل، ورشات في فنون الخزف، ورشات في فن العرايس، ورشات في الجرافيتي. كيف كيف معناها باش تكون عندنا لقاء مع لي روندوني معناها بالشراكة مع مندوبية الشباب والرياضة، جولات استكشافية للمحيط المدينة الأثرية بسليوم. كيف كيف باش تكون عندنا عروض مسرحية موجهة للطفل صباحا وعروض مسرحية موجهة للكهول مساء. هي دعوة من خلال إذاعتنا إذاعة سليوم أفام لكل القاسرين أن تقف بجنب التظاهرة بجنب مركز الفنون الدرامية والركحية بالقاسرين، باش نحاولوا مع بعضنا نكونوا في وضعية قيادة من أجل تنمية لولايتنا، كل واحد من بلاصته وكل واحد من الموقع متاعه. وفي نفس الوقت هي دعوة لخياننا في باقي ولايات الجمهورية وحتى خارجها أنهم يزوروا القاسرين على خاطر فيها ما يستحق الزيارة. القاسرين جميلة، القاسرين آمنة، القاسرين باهية، القاسرين فيها ما يستحق الحياة.